بسم الله الرحمن الرحيم. نسعد أن نقدم لكم كتاب شفرة المعاناة للمدرب النفسي والباحث الكوتش بشير الجزائري، مؤسس مركز الاستشارات وقيادة التغيير بولاية مستغانم، غرب دولة الجزائر. على مر السنين والأزمنة المتتالية على البشر، ومن دون أن نعي أو نعلم، تبرمج عقل الإنسان على عدة أمور التي أصبحت فيما بعد عبارة عن عقائد وعادات لا يستطيع الإنسان التخلي عنها بحكم أنها هي الحقيقة المطلقة في هذه الحياة ولا بديل عنها، وهي التي تسمى وتدعى باسم الموروث. وطبعا أنا لست ضد كل الموروثات، لكن هناك البعض منها إن لم نقل جلها تؤدي بنا إلى تدمير أنفسنا تدميرا شاملا من دون أن نعي أو ندرك، وسنتطرق إلى بعض منها في هذا الكتاب الذي سيكون عبارة عن نقلة في تغيير بعض المفاهيم الخاطئة المؤدية إلى المعاناة، وسيكون سردها بطريقة جدا مبسطة بعيدا عن التملق والتعقيدات اللغوية كي يتسنى للجميع فهمها بحول الله. فالشيء الذي ربما لا تعلمه عزيزي القارئ هو أن كل ما ستقرأه في هذا الكتاب هو ليس كلام منقول من هنا وهناك، بل هو عن تجربة شخصية وأشكر الله عليها بحكم أنها علمتني ما لم أتعلمه في المدارس. فالأمر ليس تجاري بالنسبة لمستحقات الكتاب، أكثر منه أنني أريد أن أتقاسم معك قصتي وتجربتي بالمعاناة وكيفية الخروج منها. فالشيء الذي ستربحه هنا عزيزي القارئ هو أنك ستربح الكثير والكثير من الوقت، أكثر مما ربحته أنا لمدة طويلة جدا. ففي هذا الكتاب ستضرب عصفورين بحجر واحد. الأول هو أنك ستتعامل مع شخص مجرب ذو تجربة شخصية طويلة، أما الثاني فأنك ستتعامل مع مدرب دولي محترف في التدريب والتنمية الذاتية، صاحب موقع أكاديمية بشير الجزائري للتدريب والتنمية الذاتية ومؤسس مركز الاستشارات وقيادة التغيير. في الأخير، أتمنى منك عزيزي القارئ أن تستمتع وأنت تقرأ هذا الكتاب المحمل بالأسرار التي تكشف لك كل شفرات المعاناة والدخول إلى عالم السعادة والحب والسلام.